السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو خالد من قناة ذا سامري نوليدج. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا احنا بقالنا فترة ما اتكلمناش عنه، وهو اللغة الانجليزية، وده اللي بيفرق في الحياة الطبقية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. احنا دلوقتي انقسمنا نصين، ناس عايشين في ايجيبت وناس عايشين في مصر. الناس اللي من ايجيبت بيعرفوا يتكلموا انجليزي كويس، وفي الناس اللي من مصر بيهبلوا في الكلام. نرجع لورا ايام زمان قوي، اللي هو من اكتر من 1500 سنة. الانجليز كانوا عايشين في الجزيرة، مش عارفين يتكلموا غير لغتهم الاصلية اللي كانت خليط من الجرامانية والجلو ساكسونية. يا سلام على الاسامي الغريبة دي. كان عندهم كلمات ممكن ما نقدرش ننطقها دلوقتي حتى لو حاولنا. بعد كده حصلت مصيبة للغة دي. جه واحد اسمه ويليام الفاتح اللي هو اصلا فرنسي، قرر يخش انجلترا وقال يلا نخلي الناس دي تتكلم فرنسي. وبالفعل بقى عندك بلد نصها بيتكلموا انجلو ساكسونية والنص التاني بيحاول يكون فرنسي، وحصلت الكارثة اللي بنسميها الفرنجلش. الناس ساعتها كانت عاملة زي ما احنا دلوقتي بنحاول نتكلم انجليزي بونجور سير would you like the tea. الكلام كان متلخبط لدرجة ان هو سمعها وكان بيقول ايه ده، هو انجليزي ولا فرنسي؟ الحقيقة انه مزج اللغتين دول خلق لغة جديدة تماما. الانجليزي اللي احنا شفناه النهاردة بدأ يكون ملخبط زي زمان ما بين الملكيين اللي بيتكلموا فرنسي والشعب اللي بيتكلم انجلو ساكسوني. نخش بقى لعصر النهضة اللي شكسبير هيخش فيها اللعبة، وبعد قرون من الفرنجليش ظهر بطل اللغة ويليام شكسبير. الراجل ده قرر انه ما ينفعش تكون اللغة مجرد وسيلة تواصل، لا لازم تكون فن ابداع، وطبعا لازم يلخبط الناس كلها فيه. الحوارات كانت زي اورومي ورافروم ارثيو، واللي بيسمع طبعا الكلام ده ممكن يفكر انه كلام من كوكب تاني خالص. وشكسبير لوحده اضاف الاف من الكلمات للغة، وحبب الناس في الكلام المعقد اللي بنشوفه في المسرحيات والكتب. وبالرغم من ده الناس كانت عايشة حياتها بتهزر برضه. تخيل شكسبير دلوقتي لو شافنا بنقول يولو وبي ار بي كان يقولك اللي حصل للغة اللي انا عملتها ده انتوا بوظتوا فيها خالص. وتيجي بقى للانجليزي في كل مكان. بعد الثورة اللغوية اللي حصلت، بريطانيا قررت تخلي الانجليزي هو لغة العالم. ابتلوا اماكن كتير من الهند لامريكا، وقالوا للناس لو عايزين تتكلموا معانا لازم تتعلموا الانجليزي. والنتيجة اللغة بقت زي الواي فاي موجود في كل مكان. حتى في السوق المصري تلاقي واحد بيقولك good morning my friend write for me، وانت واقف بتفكر هو انا في انجلترا ولا في الحسين، وهو شكله اساسا مش فاهم الكلام اللي هو بيقوله. يعني الانجليزي بقى زي اللبان في كل حتة، من الافلام والاغاني والمطاعم، كل حاجة لازم يكون فيها انجليزي. ونيجي بقى لحتة الانجليزي الحديث او عالم التكنولوجيا. النهارده الانجليزي بقى جزء اساسي من حياتنا اليومية. على السوشيال ميديا تفتح فيسبوك تلاقي الناس بتكتب بوستات بانجليزي مع ربع عربي، وهم اصلا مش فاهمين اي حاجه. لو ما فيش بوست بيخلص غير لما يقول لك مثلا بي تي دبليو ال او ال. حتى التكنولوجيا والروبوتات والذكاء الصناعي بيتكلموا انجليزي. الروبوت بيقول لك how may I assist you، وانت واقف تقول انا بس عايز اتغدى يا روبوت. بس برضه الانجليزي هي اللغه المشتركه. وفي النهايه يا جماعه الانجليزي طلع مش مجرد لغه، دي بقت طريقه حياه. المهم مهما كنت بتلاقي صعوبه في اللغه متقلقش، الانجليز نفسهم تعبوا عشان يوصلوا كلمه هلو بس، فانت كمان هتوصل. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك، واستنوا بقى الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن تاثير اللغه الانجليزي على حياتنا اليوميه ومواقف كوميديه كتير حصلت مع الكل.